عمرك قابلت حد عدى عليه ظروف صعبة جدا ومع ذلك لسه مكمل وقادر يعيش ويشتغل ويضحك، وفي المقابل قابلت حد تاني حسيت ان انهار من الموقف يمكن يكون اقل صعوبة؟ ساعات بنفتكر ان الموضوع ليه علاقة بقوة الشخصية او حظ، او ان في ناس ربنا مديها قدرة خاصة على التحمل، بس علم النفس بيقول ان في حاجة اسمها الصلابة النفسية. والصلابة النفسية مش معناها ان عمرك ما تحزن او انك تبقى قوي طول الوقت او انك ما تتأثرش بأي حاجة بتحصل حواليك، بالعكس معناها انك بتتأثر وبتتوجع وبتحزن، لكن ما بتسيبش الوجع يوقف حياتك. فايه هي الصلابة النفسية وازاي بتساعدنا نواجه تقلبات حياتنا؟ وهل هي حاجة بنتولد بيها ولا ممكن نتعلمها مع بعض؟ كل ده هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. طب يا دكتور، يعني ايه صلابة نفسية؟ ببساطة كده، الصلابة النفسية هي قدرتك انك تتعامل مع الضغوط والمشاكل والخسارات والتغييرات الصعبة من غير ما تنهار بالكامل. يعني لما الحياة تحطك في موقف صعب تقدر بعد فترة تستعيد توازنك وتكمل. مش لازم نكمل بنفس السرعة او مش لازم تكمل كمان بنفس القوة، لكن تكمل. لان الفرق بين الشخص الصلب نفسيا والشخص المستسلم مش ان واحد بيتألم والتاني لا، الاتنين بيتألموا لكن واحد منهم قرر يكمل رغم الألم. طب يا دكتور، هي الصلابة النفسية معناها اني ابقى قوي طول الوقت؟ لا خالص، ودي بقى من اخطر الافكار الغلط المنتشرة. في ناس فاكرة ان الشخص القوي نفسيا هو عمره ما بيعيط وعمره ما يشتكي وعمره ما يبين ضعفه، لكن الحقيقة ان الانسان الصلب نفسيا ممكن يعيط جدا، ممكن يحزن كمان، وممكن يعدي عليه ايام يحس فيها ان هو مش قادر، بس هو مش بيحكم على نفسه بسبب المشاعر دي. عارف ان الحزن جزء طبيعي من الحياة، وان مش لازم يكون قوي 24 ساعة في اليوم علشان يبقى قوي فعلا. طب يا دكتور، ليه في ناس بتخرج من الأزمة أقوى وفي ناس بتفضل واقفة فيها؟ الفرق غالبا في طريقة التفكير. لما تحصل أزمة في ناس بتفضل تسأل ليه ده حصل لي أنا؟ ليه حياتي كده؟ ليه الناس كلها مرتاحة وأنا لأ؟ وده طبيعي بيحصل في البداية، لكن الشخص اللي عنده صلابة نفسية بعد شوية يفضل يسأل نفسه سؤال مختلف. طب دلوقتي هعمل ايه؟ ايه الحاجة اللي هقدر اتحكم فيها؟ ايه الخطوة اللي ممكن اخدها؟ ولما بنركز على اللي نقدر نعمله بدل اللي حصل وخلاص بنحس بقوة اكتر وقدرة اكتر على المواجهة. طب يا دكتور، في صفات تخلي الشخص أصلب نفسيا؟ ايوه، اول حاجة المرونة، يعني يبقى فاهم ان الحياة مش دايما هتمشي على مزاجه، ومش كل حاجة هيخطط لها هتحصل، مش كل حاجة هو بيحبها تفضل موجودة. فلما الظروف تتغير يحاول يتأقلم بدل ما يفضل يحارب الواقع. تاني حاجة تقبل المشاعر، هو مش بيهرب من مشاعره، مش بيحاول يقنع نفسه انه تمام وهو مش تمام، لكن بيسمح لنفسه يحزن ويغضب ويتوجع من غير ما يغرق جوه المشاعر دي للأبد. تالت حاجة وجود معنى، في ناس قدرت تعدي أصعب الظروف لأنها كان عندها سبب تكمل عشانه، أسرة، حلم، هدف، رسالة، إيمان، أي حاجة بتحسسها إن الحياة لسه فيها حاجة تستحق إن هي تعيش عشانها. رابع حاجة طلب المساعدة، الشخص القوي نفسيا مش هو بيشيل كل حاجة لوحده، الشخص القوي هو يعرف إمتى يحتاج حد جنبه وإمتى يطلب دعم من صديق أو شخص قريب. طب يا دكتور، ازاي ابني الصلابة النفسية؟ أول حاجة لازم نعرفها إن الصلابة النفسية مهارة، يعني مش لازم تكون مولود بيها، ممكن تتعلمها وتطورها مع الوقت. أول خطوة اقبل إن الحياة فيها تغيير. احنا بنتعب أوقات مش بسبب المشكلة نفسها، لكن بسبب رفضنا إن الأمور اتغيرت وإن الحياة كلها اتغيرت والناس بتتغير والظروف كمان بتتغير. ولما نفهم الحقيقة دي بنبقى مستعدين أكتر للتعامل مع الصدمات. تاني خطوة ركز على اللي تقدر تتحكم فيه. في حاجات كتير جدا خارج سيطرتنا، لكن دايما في حاجة صغيرة نقدر نعملها حتى لو مجرد خطوة بسيطة، والخطوات الصغيرة دي هي اللي بتخلينا نحس إننا بنتحرك لقدام. تالت خطوة عامل نفسك برحمة. كتير مننا وقت الأزمات بيتحول لأقسى شخص على نفسه، يلوم نفسه ويجلد نفسه ويفضل يكرر أخطائه.
لكن الحقيقة ان الانسان محتاج في اوقات الصعبة تعاطف اكتر من احتياجه يا عقاب. رابع خطوة، ادي نفسك وقت. مش كل الجروح بتخف بسرعة، ومش كل الخسارات بنتخطاها في اسبوع او شهر. في حاجات بتحتاج وقت، وده طبيعي جدا. فالخلاصة، الحياة عمرها ما هتبقى مستقرة طول الوقت. هيبقى في ايام حلوة وايام صعبة، هيبقى في مكاسب وفي خسارات، وفي لحظات هنحس فيها اننا اقوى من اي وقت، ولحظات تانية هنحس فيها اننا مش قادرين، وده طبيعي. الصلابة النفسية مش معناها انك ما تقعش، لكن معناها انك تعرف تقوم كل مرة تقع فيها. ويمكن تكون اقوى حاجة ممكن تفتكرها النهاردة انك عديت قبل كده من مواقف كنت فاكر انك مش هتقدر تتحملها، ومع ذلك انت هنا. ده لوحده دليل ان جواك قوة اكتر مما تتخيل. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدتوا منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.